فيلمنا بيبدأ مع واحد اسمه شيف اللي بيكون شغال قاتل مأجور بينفذ عمليات قتل وهكذا. بيكون شغال مع عصابة أسبانية وبيكون بينفذ عملية قتل. بعد كده بنلاقيه دايخ ومش فاهم أي حاجة ومتوتر جدا وعمال يلف في الشقة، تحس إنه مش فاهم حاجة. وهو ماشي في الشقة زي المجنون بيلاقي اسطوانة مكتوب عليها فاك يو. بيحط الاسطوانة وبيفتحها بيلاقي شخص اسمه ريكي، وريكي ده ابن رئيس عصابة شيف قتله، وبيقول له إنه هو حقنه بمادة سمية وهو نايم وإن المادة دي هتموته بعد ساعة. طبعا شيف بيتعصب جدا وبيطلع من الشقة يجري، وهو في العربية بيتصل بحبيبته اف اللي مش بترد عليه. بعد كده بيتصل بصاحبه الدكتور برضه مش بيرد عليه، وبيحس ان ابتدى يتعب وهيبدأ خلاص يموت. فبيجري بالعربية بسرعة علشان قلبه ينبض بسرعة ويفوق شوية والادرينالين بتاعه يعلى شوية في جسمه. بيوصل شيف في المكان تابع لريكي، المكان ده بيبيع مخدرات، وبيمسك الشخص اللي فيه وبيهدده بمسدس علشان يقول له على مكان ريكي، لكن هو بينكر تماما ان يعرفه اصلا، وبيقول له احنا هنا بنبيع كوكايين فقط. وشيف بياخد منه كوكايين وبيشرب وبيطلع يضرب في الناس علشان يفضل محافظ على الادرينالين اللي في جسمه وما يموتش. وهو في العربية ريكي بيكلمه وبيدخلوا في خناقة مع بعض في التليفون. بعدها شيف بيتصل بدكتور ماينز صاحبه اللي بيكون لسه مسافر برضه ولسه ما جاش، وبيبان ان شيف لازم يخلي مستوى الادرينالين في جسمه عالي جدا ونبضات قلبه تكون سريعة جدا علشان ما يموتش. طبعا بيبقى راكب عربيته وبيجري بسرعة وبيعمل حاجات غريبة وبيشرب مخدرات وبيشرب حاجات منبهات علشان يفضل الادرينالين عنده عالي، وبيفضل مكمل في الهيجان اللي هو فيه ده. وبيدخل المول بعربيته وبيجري فيه وبيكسر في العربية، وبيدخل ماركت وبيسرق كل اللي فيه وبيدخل في مطاردات مع الشرطة. وده كله الهدف منه انه يخلي الادرينالين في جسمه عالي علشان ما يموتش. بعدها بيركب تاكسي وبيبقى رايح لواحد اسمه كاريليتو اللي هو الرئيس بتاعه اللي بيقول له على عمليات القتل، وبيروح له القصر اللي عايش فيه وبينزل له في المية من غير ما حد يشوفه. ولما بيخرج له من المية بيقول له انك لازم تساعدني في اني اقتل ريكي وان الاقيه كمان علشان انا دلوقتي محتاج علاج باي شكل. وطبعا كارليتو بينسحب من الموضوع ده وبيقول له انت مشكلتك انت مع ريكي حلها معاه، انا مش هتدخل بينكم. بيطلع متعصب جدا وبيضرب سواق التاكسي وبيسرق التاكسي وبيجري. وهو في العربيه برضه بيكلم الدكتور ماينز اللي بيكون لسه ما جاش، وبيقول له لازم تروح اقرب مستشفى واحقن نفسك بدواء فيه ادرينالين عالي، وبيحقن نفسه فعلا. بعدها شيف بيتصل بواحد صاحبه اللي بيقول له على مكان اخو ريكي. طبعا شيف بيروح على هناك وبيشوف اخو ريكي وبيمسكه يديله علقه محترمه وبيقطع له ايده، وبيفضل يهدده بالقتل علشان يعرف مكان اخوه. لكن في الاخر بيقتله وبيصوره بالموبايل، وبيكلم ريكي وبيقول له انا قطعت ايد اخوك وموتته. طبعا ريكي بيتعصب جدا وبيقوله ان هو مش هيسيبه طبعا. شيف عمل اللي هو عاوزه، بدل ما هو اللي كان بيدور على ريكي بقى ريكي هو اللي بيدور عليه لانه قتل اخوه. وبعدها بيروح صيدلية وبيكون عاوز ادوية مخدرات وعاوز ادوية فيها ادرينالين عالي، لكن الدكتورة لما بتعرف مش بترضى تديله. ونفس الوقت ده بيكون في واحد واقف جنبه فبيقول له على نوع قطرة معين كده ياخده فيه ادرينالين عالي، فشيف بياخده من غير ما يدفع فلوس. وهو طالع من المستشفى بتبلغ الدكتور الشرطة عنه، فالشرطة بتبدأ تطارده، لكن هو بيتنكر في زي واحد مريض في المستشفى وبيلاقي دكتور وممرضين جارين واحد داخل العمليات. فبيروح عليه بمسدس وبيهدده وبيكون عاوز المواد اللي فيها الادرينالين علشان بدأ يتعب. بعدها بيطلب من الدكتور ان يكهربه علشان يفوق قلبه ويفوق تاني علشان بدأ يتعب ويفقد وعيه. طبعا الدكتور مصدوم من اللي بيقوله، لكن الراجل بيهدده طبعا وبيديله الأدوية اللي طلبها وبيديله صعقة كهربائية، ولما بيتكهرب بيطير يقع في الأسانسير وبيفوق ويقوم يدي لنفسه الأدوية، فبيكون كده رجعت قوته تاني. بيطلع من مكانه وهو بيجري جدا زي المجنون وبيكلم ماينز تاني اللي بيقوله انه قدامي ساعة واكون في العيادة. وهو بيجري بيلاقي ظابط راكب على الموتوسيكل فبيدخل عليه ويضربه ويسرق منه الموتوسيكل، وكمان سرق التليفون بتاعه. وبيتصل بحبيبته اف وبيقول لها انه هيخرجوا مع بعض بالليل وان كل حاجة تمام وزي الفل ومش بيعرفها اي حاجة. في نفس الوقت بنلاقي رجالة ريكي داخلين عليه ومعاهم ايد اخوه. طبعا انهار ريكي تماما وبيتعصب جدا وبيقول للرجاله بتوعه انه لازم يقتل شيف وحبيبته وينتقم لاخوه. المهم بعدها شيف بيروح لحبيبته اف علشان بيكون عاوز يخرجها من البيت ويخبيها علشان اكيد ريكي هيعرف مكانها ويحاول يقتلها. وفي نفس الوقت شيف مش بيكون قايل لحبيبته على حقيقته وعن شغله كمان. المهم بيلاحظ ان رجاله ريكي جم حوالين البيت فبياخدها ويخرج بره البيت، واثناء ما هي بتحط روج بيكون هو بيتخانق مع رجاله ريكي، بس هي مش بتحس باي حاجه علشان هو بيموتهم من غير اي صوت. بعدها بياخدها على مطعم علشان ياكلوا، وهم بياكلوا بيبدأ يقول لها على كل حاجة بصراحة عنه وعن شغله، وبيقول لها انه خلاص بعد عن الطريق ده وان هو كان عنده مهمة مكلف بيها من مدة
بس ما قدرش يعملها. طبعا هي مش بتصدق كلامه وبتفتكر ان هو بيقول اي كلام علشان يبعد عنها، فبتخرج من المطعم وبتسيبه، لكن بيجري وراها وبيقول لها كل اللي بقوله ده حقيقي، وبيبدأ يحس بتعب تاني والإدرينالين قل في جسمه مرة تانية. مسك حبيبته ودخل معاها في علاقة سخنة كده وسط الشارع وبعنف كمان علشان يزود الإدرينالين تاني. بعد ما بيخلص صاحبه ده بيكلمه وبيقوله على مكان ريكي، فبياخد تاكسي وبيروح المكان بسرعة. لكن وهو في التاكسي بدأ يتعب تاني، وبيلاقي سواق التاكسي اللي كان بيهزر معاه وبيضحك اداله أدوية مخدرات علشان تفوقه أكتر. عطاله دوا كده وقال له خد منه بق صغير، لكن شيف شرب الدوا كله. المهم بيوصل للمكان اللي فيه ريكي وبيطلع على سطح العمارة، بيلاقي واحد واقف فبيهدده بمسدس وبيقول له فين ريكي، لكن بينكر تماما وبيدخل معاه في خناقة وبيرميه من فوق وبينزلهم تحت. وبيلاقي صاحبه اللي كان بلغه مقتول، ومش بيلاقي ريكي بس بيكون اللي موجود رجالته بس اللي بيقولوا له احنا ما قتلناش صاحبك، ده رئيسك كارليتو هو اللي قتله. وبنلاقي اف حبيبته موجوده في المكان برضه، وبيبدا تبادل اطلاق النار يشتغل بينهم وبين شيف. طبعا شيف بيقتل فيهم على قد ما يقدر، بس بياخد طلقه في رجله وبتبدا العصابه تطرده وتجري وراه. لكن هو بيركب عربيته وبياخد اف معاه ويجري بالعربيه، واثناء هروبه منهم بدا يتعب تاني، فطلب من اف انها تزود الادرينالين عنده، فبدات تعمل حاجات كده انتوا فاهمين يعني. وهو برضه في نفس الوقت وراه مش سايبينه، لكن بيقدر يهرب منهم في الاخر. وبعد ما بيهرب بيروح محل وبيحط مسامير في رجله علشان الادرينالين يفضل عالي، وبيكلم دكتور ماينز اللي بيكون وصل العيادة اخيرا. وبيروح في العيادة والدكتور بينامه على السرير وبيديله مادة علشان تهديه شوية، وبعد كده بيديله حقنة فيها مخدرات علشان تزود الادرينالين عنده. وبعد الكشف بيقوله في الاخر ان حالته صعبة جدا، وان المادة اللي اتحقن بيها ملهاش علاج، وانه في خلال ساعات هيبدأ يفقد الوعي ويموت. وفي نفس الوقت ريكي بيكون قاعد في عربيته مع واحد من رجالته وبيتفرجوا في التلفزيون على كل حاجات اللي عملها شيف والحوادث اللي عملها في الشارع واقتحام المولات وسرقة المحلات. وبيلاقي مكالمة جاية له من شيف اللي بيقول له عاوز الدواء، لكن ريكي بيضحك عليه وبيقول له مفيش علاج للمادة دي أصلا، أنت كده كده ميت. طبعا شيف بيقول له إن أنا سرقت المجوهرات اللي كانت مع أخوك، والمجوهرات دي غالية جدا. بيبدأ ريكي ينزل شوية من على المسرح وبيقول له خلاص أنا هديك الدواء، قابلني بعد دقيقتين في وسط البلد. بعدها بيروح شيف لحبيبته وبيقول لها على اللي هو فيه، وبيقول لها انه ممكن يدخل في غيبوبة او ممكن يموت خالص، وبيودعها قبل ما يمشي. بعد كده بيتحرك وبيروح على وسط البلد، وبيوصل للمكان بتاع ريكي وبيقابل رجالته بره. وبيوصل له المكان كده فوق سطح مبنى مكان كبير، وبيلاقي ريكي قاعد ومعاه كارليتو اللي هو كان رئيسه اصلا، وبيكون محضر له حقنة يحقنه بيها. وفي نفس الوقت بيظهر رئيس العصابة اللي شيف مرضيش يقتله هو ورجالته، وبيدخلوا في معركة شرسة مع بعض وبيضربوا النار على بعض. وكارليتو أثناء المعركة بيحاول يهرب في طيارته الخاصة، فبيجي شيف وبيهدده بمسدس علشان ياخد منه الحقنة، لكن بيجي من ورا ريكي وبيحقنه بالجرعة التانية. طبعا شيف بيقع مغمى عليه وريكي بيقتل كارليتو وبياخد الطيارة بتاعته وبيطير. بنلاقي شيف لسه فايق ومتعلق في الطيارة، وبيطلع يشد ريكي وبيقعوا هما الاتنين من الطيارة، وبيفضل يضرب في ريكي أثناء ما هما واقعين. وبيطلع موبايله وبيكلم حبيبته وبيودعها في التليفون، وبيقع من فوق على العربية وبيموت. وبيخلص فيلمنا لحد هنا.